السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. قبل ماتش الأهلي والمقاولين العرب بكرة نتكلم كلام شوية في الكورة كده. أولا ماتش بكرة ما فيش بديل عن ال3 نقط والفوز والأداء والروح بين اللعيبة والجمهور واستعادة الثقة للعيبة قبل ماتش الترجي. هنلعب ماتشين وبعدين نخش على الترجي، فلازم نستعيد الثقة في نفسنا. لازم أداء حلو، لازم نستعيد الثقة في اللعيبة، احنا ذات نفسنا الجمهور يستعيد الثقة في اللعيبة. لازم نشوف متعة، فوز ومتعة، خصوصا انك رجالك زيزو وتريزيجيه، رجالك الجناحين الاساسيين. صروب مكتمل العدد ما عندوش حج. انت فريقك مكتمل بلا استثناء. انت عندك زيزو وتريزيجيه. تريزيجيه لوحده اللي هيشيلك، اللي بيشيل الفرقه لوحده اصلا. فانت تريزيجيه ممكن نحس بكره معاه بالاداء، وممكن يجي هيسجل يعني ان شاء الله ونكسب 2 3 مع تريزيجيه. فاحنا نحس بالاداء انه يفرق مع تريزيجيه، لانه لاعب بيعمل كل حاجه في الكوره، مقاتل. لو لعيبه النادي الاهلي كلها بنفس الروح اللي عند تريزيجيه ديت، محدش واقف قدامنا خالص، محدش واقف قدامنا خالص. انت لما تيجي تبص لما الاهلي يبدا الموسم، انت شايف قائمه الاهلي، شايف اللعيبه اللي في الاهلي، فانت تقول ايه؟ احنا هناكل الاخضر واليابس. احنا هنتصدر الدوري. يعني دلوقتي اهوت بعد 18 ماتش ولا 17 ماتش، يعني هنتصدر الدوري بفرق 30 40 10 نقط مثلا. نتصدر الدوري بفرق 10 نقط، يعني اللي يشوف الفرقه يقول كده. لكن اللي حصل عكس كده. ومدربين الاهلي بيجيبهم. انا اقول لك على حاجه. احنا اولا بنلعب في الدوري المصري وفي دوري ابطال افريقيا. انت ما بتلعبش فرق اللي هي ايه، انت ما بتلعبش مثلا جوارديولا، ما بتلعبش مورينيو، ما بتلعبش الفرق اللي هي تكتيكيا ايه، دمار. لا، انت بتلعب فرقه ما عندهاش تكتيكيات اصلا، بتلعب بالبركه يعني، الا قليل يعني. فانت محتاج مدرب، انت مش محتاج مدرب بتاع تكتيك. مش محتاج مدرب اجنبي اللي هو يديك التكتيكات ويلعب تيكي تاك والحاجات دي، لا. وحذر الدفاع، لا. انت محتاج مدرب مصري او اجنبي سي في قوي، او مصري اللي هو يلعبك تيك تاك. اللعب من لمسه واحده في رجلين اللعيبه، يوصلك للجون بسرعه من لمسه واحده، ما بيهزرش. مش كل لاعب يمسك الكره ويمشي بقى شويه، مش عارف ده يطلع وده ينزل. لا، انت محتاج تيك تاك وكره سريعه تتنقل. صدقني هتلاقي يعني. خد مثال عندك ريني فايلر، هو إيه اللي نجحه في الاهلي؟ كنا بنشوف معاه كره هجوميه بحته، هجوميه جبار، ما بيعملش حاجه غير انه بيهاجم. مفيش دفاع خالص. هو بيهاجم ويمد اللعيبه حريه في الهجوم. واللعب من لمسه واحده. كره تقف في رجلك ثانيه، ثانيه وتطلع كره من رجلك. هو ده اللي نجح فايلر في النادي الاهلي. فايلر بره النادي الاهلي بقى، لما هو دلوقتي في الدوري الامريكي، ولا لما راح بقى الدوريات اللي فيها ايه، فنيات، فيها مدربين، هل نجح؟ هل تفوق على المدربين اللي قدامه في الفنيات؟ لا، محدش يسمع عن فايلر بعد ما طلع من النادي الاهلي يعني. فهو ده سر نجاح فايلر مع النادي الاهلي، انه مدرب ما اعتمدش على اللي هو ايه الفزلكه، بالمعنى الاصح يعني في الكوره. ما اعتمدش اللي هو ايه، هيلعب تيكي تاك او مش عارف مين تاني واقف مع مين وكده. لا، هو لعب مباشر، كوره من لمسه واحده، هجوم بحت، دمار على الجول. ما بيعملش غير انه حاجه، انه يهاجم. تكسب 4-1 عادي وانت بتهاجم. تكسب 4-1 احسن مما تكسب مثلا 1-0. يعني مثلا تكسب 3-0 وانت بنتيجه حلوه، يعني بنتيجه حلوه واداء. انما مش تكسب 1-0 بفوز باهت يعني، مع المدرب التكتيكي. ما بحبش انا المدرب التكتيكي في النادي الاهلي. انك على مستويات ما بتلعبش مدربين تكتيكيين، لا، انت عايز تنزل تهاجم، وخصوصا انك لعيبتك تقدر تعمل ده. انت معاك احسن سكواد في افريقيا يقدر يعمل ده قدام اي حد في العالم. هل السكواد ده لو هاجم اي سكواد في العالم هل ما يقدرش يسجل؟ لا، يقدر يسجل. محتاج مدرب اللي يلعبك من لمسه واحده. محتاج واحد زي علي ماهر، لعبه هجومي، فتح الخطوط دايما. محتاج مدرب زي حسام البدري، شخصيه صارمه. لازم الشخصيه الصارمه في المدرب مع اللعبه دي. لازم الشخصيه الصارمه وتيكي تاكا بقى، لعب مباشر من لمسه واحده. مفيش لاعب تاخد الكره في رجله. هو اللعب الهجومي ده من غير اي تكتيكات خالص، والله من غير اي تكتيكات خالص. هنعمل اداء ونتيجه. يا عم واحد زي احمد الشيخ اللي في وادي دجله، والله ده لو جه الاهلي ينجح. ليه؟ المدرب بينزل مش همه حد. ينزل فاتح خطوطه. كان بينزل قدام الاهلي بيهاجم، كسب الزمالك. وبينزل فاتح خطوطه دايما، ما بيهموش الفريق اللي قدامه. فاتح خطوطه، اللعب من لمسه واحده. شفت له جون في الماتش، الجون بتاع وادي دجله في الماتش اللي فات. اتفرج على ملخص وادي دجله في الماتش اللي فات، شوف الجون اللي دخل. بان اللعب من عند الحارس من لمسه واحده، بيوصل من لمسه اللعبه. ما فيش لاعب قاعد الكره في رجله. تيك تاكا تيك تاكا تيك تاكا للجون جو. من لمسه على طول، ما حدش قاعد الكره في رجله كتير، في ثانيه على طول جو. فانت مدرب زي ده بشخصيه قويه ينجح. ما بقولكش احمد الشيخ، انا بقول لك مدرب يلعب تيك تاك، مدرب يهاجم. وفكك بقى من المدربين الاجانب ونغمه المدربين الاجانب بقى. بياخدوا راتب كبير قوي، يعني بياخدوا راتب كبير قوي قوي كمان. فانت لو جبت مدرب مصري هيعمل روح حلوه اصلا بين اللعيبه، وتيكي تاكا وكره هجوميه. انت تجيب مدرب مصري بمواصفات كره هجوميه بس وما تراجعش ورايا. هو بمواصفات كره هجوميه، واتفرج على اللي هيحصل. اتفرج على اللي اللعيبه هتعمله في الملعب، اتفرج. انت عندك في النادي الاهلي معضلتين من وجهه نظري يعني. معضله ان المدير الفني طبعا ديت قلناها. في الحارس والمهاجم. نبدا بالحارس ومصطفى شوبير والشناوي. انا هنا مش هنتقد الشناوي، ولا هقول يا شناوي يا كذا ويا شناوي يا كذا. لا، هو المدرب اللي بيلعب يعني. ما تفهمش الشناوي ماسك عليهم ايه. انت اولا شوبير بدايته مع النادي الاهلي، اول ماتش افريقيا له لعبه في نهائي 2023 قدام الوداد، عمل ماتش كويس قوي كويس قوي.
يا عم قعدته للشناوي يا عم، بعدها البطوله الجايه عمل 7 كلينشيت ورا بعض في دوري ابطال افريقيا، ووصل بيك للنهائي ولعبت الشناوي برضه. طب يعني اي حارس في العالم لو عمل كده انت مستني منه ايه تاني عشان يحجز مكان اساسي؟ يعني هو كمصطفى شوبير يقول لك انا عامل لك ايه تاني عشان العب اساسي على محمد الشناوي؟ محمد الشناوي ما افتكروش يعني مثلا اخر 3 سنين ما افتكرلوش غير ماتش مثلا انتر ميامي، ده الماتش الوحيد اللي عمله، ده الماتش الوحيد اللي شلنا فيه. هل شلنا قبل كده؟ شلنا في ماتشات غير كده؟ لا ما افتكرش. ارجع لكل النهائيات اللي خسرناها وكل حاجه خسرناها هتلاقي غلطات من الشناوي. ارجع لاخر دوري ابطال افريقيا خسرنا، شوف غلطه الشناوي اللي لبستنا جوه. فانت الفرق البطل فيها لازم يبقى فيها حارس بطل. النهارده الماتش اللي فات لما كنا بنلعب زد شفنا كلنا على لطفي، شفنا على لطفي كان بيصد ازاي. يعني طبيعي ان انا اقول ان ليه ما عنديش الحارس اللي يصد كده، ليه ما عنديش الحارس اللي الكورتين اللي شاط عليه طول الماتش الكورتين يخشوا جول، ليه ما عنديش واحده اوف سايد وواحده جول بس الاثنين دخلوا. فانا ليه ما عنديش الحارس اللي يصد، ما عنديش الحارس اللي يشيل. بتفرج على ماتش الزمالك وبيراميدز الاقي احمد الشناوي بيشيل ولا صبحي بيشيل. طب ده مثال بسيط اهو، اتفرج على سيراميكا الاقي بسام بيشيل. طب احنا ليه ما عندناش كده؟ ليه ما عندناش الحارس اللي يشيلك في الماتشات؟ ليه ما عندناش الحارس اللي لما يكون ادائك وحش يشيلك؟ شوبير لما لعبنا شباب القوال في الجزائر ما لعبناش بربع جنيه كوره ومع ذلك خرجنا تعادل بفضل شوبير. واتفرج على تصدياته، فهو يعمل لك ايه تاني؟ يعني بجد هو يعمل لك ايه تاني؟ ملف حراسه المرمى وشوبير انا شايف انه متامن في المستقبل، بس هو انت شوبير ظلمه قوي كمان، بقى عنده 26 سنه خلاص يعني لعبه. عندك دوناروما في مانشستر سيتي بيلعب من بقاله 6 سنين في دوري ابطال اوروبا مع باريس سان جيرمان اساسي ومع السيتي ومع ميلان. لا فانت عندك حارس 25 سنه انت دفنه، 26 سنه دفنه، فده لازم يلعب يعني ما ينفعش كده. هو يعمل لك ايه تاني؟ لازم يتثبت من الماتشات الجايه، خصوصا الماتشات الجايه تخسر بره البطوله خلاص. انت لو خسرت ماتش تاني في الدوري او تعادلت انت خلاص ما عادش في رجلك الدوري، بقى في رجل غيرك. انت الدوري دلوقتي في رجلك، انت خلي معاك ثبت شوبير يشيلك. الدوري لو خسرت او تعادلت هيبقى في رجل غيرك بقى، تعتمد على ان الزمالك هيعمل ايه او بيراميدز حتى هيعمل ايه، هيفوقوك بالنقط يعني. فلازم شوبير يتثبت ولازم العدل يحل. اصل الشناوي عايز يلعب كاس العالم، كاس عالم ايه يعني؟ كاس عالم اللي الشناوي هيلعبه؟ يعني انا لو دماغي لو تفكير حسام حسن المنطقي ان هو شايف الدوري اللي هو هيلعب كاس عالم اولا فلا مجاملات، مش هيجامل خالص خالص، ما فيش مجاملات في اي مركز. انت داخل على كاس عالم يابا، داخل على كاس عالم ما فيش مجاملات خالص. يعني المهمه اللي نجح فيها حسام حسن وطلعنا من دور المجموعات هيتشال فوق الراس، التنين مدير منتخب مصر لفتره طويله يعني. هيقرر انجاز هيطول زي حسن شحاته، فهو مش هيجامل. محمد الشناوي اولا، احمد الشناوي احسن منه حارس بيراميدز، محمد صبحي والمهدي سليمان الاثنين احسن منه حراس الزمالك، علي لطفي كان احسن منه، محمد بسام احسن منه. فده يصد في كاس العالم ازاي؟ ما اعرفش مش هيقف اصلا. انا بقول لك انت لو لعبته ما اعرفش بقى مين اللي بيوقفه، الاداره ولا سروب ولا تعليمات لسروب. اصل ما فيش مدرب عالي في العالم هيشوف حارس عنده بيتالق ويلعب الحارس الثاني اللي كل ماتش ينزل يلبسه جون يعني. ما فيش مدرب عالي هيعملها، مدرب عاقل هيعملها. ده لو الحارس ده ابنه مش هيعملها يعني، لو شنو ده ابنه عمره ما هيعمل كده يعني. فده مش ما فيش مدرب عاقل هيعمل الا اذا كان ديت توجيهات من الاداره والله اعلم يعني. فكفايه الشناوي، حتى لو صديت يا شناوي ماتش وماتش انت مش هتلعب كاس العالم، انت مستواك وحش، مستواك وحش يعني خلاص الزمن يعني كل حاجه ولها وقتها وانت وقتك انتهى خلاص. المهاجم بقى احنا جبنا كاموش ما نفعش. مروان عثمان ربع ونص مش نص ونص، لا مروان عثمان ربع بيقدم 25% من اللي احنا عاوزينه. محمد شريف طبعا ما بيلعبش وحتى الناس اللي بتقول ياخد فرصه، ما هو خد فرصه اول ما جم ما عملش حاجه يعني. محمد شريف ما عادش بيقدر يجري يعني، مع احترامي لمحمد شريف. فانت قدام 3 مهاجمين دول مش مهاجمين النادي الاهلي. ببص على الزمالك بلاقي ناصر منسي، بلاقي عطيه الدباغ، ببص على بيراميدز بلاقي فيستون مايلي وان كان مستواه قليل. فانت بص على المنافسين بتاعك شوف المهاجمين بتاعهم. بص على مهاجم الترجي جايبين واحد 29 19 سنه، مهاجم جبار جبار هتتفرج عليه لما يلعب 19 سنه جايبينه فري. فالترجي ده مثال للفريق اللي بيسوي المهاجم. احنا ليه عايزين نجيب مهاجم مستوي؟ ما نسوي احنا المهاجم، نسوي اللعيب. سويه عندك، هات مهاجم مشروع تبني عليه 19 سنه تحطه في الناشئين. انت خدت نادي ديلفو ما بتعملش بيه حاجه يعني، قطاع الناشئين ما بيطلعلكش حاجه اصلا. اكاديميه زي اكاديميه اللاماسيا اللي في برشلونه، انت هات لعيبه تسويها كده، هات لعيبه تطلع لك في الفريق الاول مستويه جاهزه انها تلعب، مش تجيب لعيبه زي كاموش تجربه، لا انت تجيب لاعب انت تكون عارف صغير، تكون عارف انك تقدر تطوره زي ما برشلونه عملت مع حمزه عبد الكريم وخدته، هتقدر تطوره وهتطوره وان شاء الله هينجح هناك يعني. برشلونه بتعمل كده، معظم فرق العالم بتعمل كده، بتجيب مهاجم متطور مش بتجيب مهاجم مستوي. فانت هات انت مهاجم وطوره، ما دام انت مش لاقي، ما دام تجربه اسامه ابو علي ديت نجحت بنسبه يعني بنسبه 5% تقدر تجيب واحد زي اسامه ابو علي 5%. لو ضربت معاك الحظ محتاج تيم سكاونتنج يبص لك على المهاجمين اللي في العالم ويجيب لك مهاجم على الفرازه، مهاجم متنقي باحترافيه.
اللي انت بتعمله ده في الملف ده غلط، اداره الصفقات غلط، اداره كل حاجه غلط. على النادي الاهلي لسه طبعا المجلس ده هيقعد معانا 4 سنين تقريبا، فالمجلس ده لازم يبص بقى، لازم يبص للمستقبل، لازم يبني، لازم يجيب لعيبه يبني بيها. فكلام ملف المهاجمين واللعيبه عموما في اي مركز، انت نجحت اولا في خط الوسط. ليه؟ انت جبت مروان عطيه، جابه من الاتحاد السكندري، ما كانش اللي هو ظهر واو ونجح معاك، فانت ده لاعب استثمرت فيه. اليو ديانج انت معاك من 5 سنين، جابه من فريق جزائري، مولوديه الجزائر تقريبا، انت استثمرت فيه ونجح معاك. فانت بتجيب لعيبه نص الملعب نجح معاك عشان انت استثمرت فيه. ملف المهاجم ده بالذات لازم تستثمر فيه. انت حراسه المرمى مستثمر فيها حلو قوي، انك عندك شوبير. فحاجه غريبه يعني اداره الصفقات. كل التوفيق للنادي الاهلي في ماتش بكره ان شاء الله ال3 نقط، لان لا بديل عنهم ولا بقى عايزين نشوف اداء بقى، عايزين نشوف متعه، عايزين نشوف النادي الاهلي بتاعنا. كده تكون خلصت حياتنا النهارده، وما تنساش اللايك والفولو. السلام عليكم.